السلام عليكم. معاكم محمود احمد في سلسله الدروس الخاصه بنا بلغه برمجه بايثون 3. في الجزء ده بنتكلم عن الويب ديفلوبمنت ويز ديجانجو. اتكلمنا في الدرس اللي فات ازاي نعمل انستليشن للديجانجو على الويندوز. النهارده ان شاء الله هنتكلم ازاي الديجانجو بيشتغل. الديجانجو معروف ان هو MVT فريم ورك. يعني ايه اصلا فريم ورك؟ فريم ورك عباره عن مجموعه من البرامج بتشتغل كلها مع بعض عشان تسهل لك انت كديفلوبر تبدا تستخدم الفريم ورك ده تعمل اي ابلكيشن انت عاوزه. الفريم ورك دي كانت بدايه نشأتها ان انت مثلا ديفلوبر تبدا تعمل برنامج ده تستخدم فيه حاجات معينه، بعد كده يجي لك برنامج تاني تعمله تستخدم فيه حاجات معينه. فقال لك طب احنا ليه ما ندمجش كل اللي احنا بنعمله ده، البرامج دي كلها في فريم ورك يسهل علينا الاستخدام. يعني اصلا MVT فريم ورك، يمكن انت اول مره تسمع عن MVT، ولكن يمكن انت سمعت عن MVC فريم ورك. خلينا الاول نتكلم عن MVC فريم ورك عشان تقدر تفهم MVT. MVC فريم ورك الاول لما انت كنت المفروض تيجي تعمل ويب ديفلوبمنت باستخدام مثلا البايثون، كنت انت بتكتب الكود البايثون والداتابيز سواء كانت ماي سيكوال او سيكوال لايت، كنت بتكتب كود ال HTML والجافا سكريبت والسي اس اس، كل الكود بتاعك كان بيتكتب في فايل واحد. وده طبعا كان بيعمل مشاكل كبيره جدا، كان يمكن من اهمها ان انت كديفلوبر لازم تكون فاهم ديزاين قوي، وكان الديزاينر لو جه يعدل حاجه ممكن يعمل ايرورز كتير في الاكواد. فكان لازم ان انت كديفلوبر تكون فاهم كل حاجه، فاهم ديزاين وفاهم داتابيز وفاهم كل حاجه. فجاء قال لك طب احنا ليه ما نبداش نقسم البروجكت عندنا لثلاث حاجات. ايه هما الثلاث حاجات؟ هنقسم البروجكت عندنا حاجه اسمها موديل، وحاجه اسمها فيو، وحاجه اسمها كنترول اللي هي MVC. تمام، كل واحده فيهم هتبقى مسؤوله عن جزء. الموديل كل شغلها خاص بالداتابيز، ازاي انا كاري الداتابيز، ازاي انا اعمل ابديت في داتابيز، اعمل ديليت في داتابيز، ده كان الموديل. جه بعد كده الفيو، كان كل غرضها ازاي انا اقدر اتعامل مع الديزاين ال HTML والجافا سكريبت والكود ال CSS وكل ده. كنترولر كانت هي الويب ديفلوبمنت بقى، ده اللي الديفلوبر بيعمله عند ده كل الشغل اللي بيحصل عند السيرفر. ان انت دلوقتي لو انت مثلا شغال في بروجكت انت والتيم بتاعك، الديزاينر هيشتغل على الفيو براحته، مش هيعمل لك ايرور في اي كود بتاعك، هو ده سيبريتد عن ده منفصل عن ده. كذلك الديفلوبر ولو في حد شغال داتابيز هيبقى يشتغل لوحده. تعال نشوف ازاي بيشتغل. دي صوره بتوضح ال MVC فريم ورك. ده عباره عن الجهاز ده الكلاينت بتاعك. لو الجهاز ده طلب موقع معين، ايه اللي هيحصل؟ الريكوست الطلب بتاعك هيتبعت اللي هي رقم 1 دي لحد الكنترولر. الكنترولر ده هيبدا يبعت للداتابيز، تروح هنا في الموديل هيجيب هو كل المعلومات اللي انت عاوزها من الداتابيز اللي انت طلبتها في الريكوست بتاعك، ويرجع يروح تاني للكنترولر. الكنترولر هيبعتها للفيو اللي هو كود ال HTML علشان تتعرض لك على الصفحه بتاعتك، وبعد كده الريكوست هيرجع بالفيو وفيها الداتابيز. يعني من 5 هنا ده كده راجع الفيو المنظر بتاعك وجواه المعلومات اللي راجعه من الداتابيز. بعد كده الكنترولر هيبعته تاني للكلاينت الجهاز بتاعك، ويبدا يتعرض هنا على الويب براوزر الفيو اللي هو كود ال HTML وفي الداتابيز الحاجات اللي انت كنت عاوزها. ده كان شرح الموديل فيو كنترولر اللي هو ال MVC. ولكن قلنا في الاول ان الديجانجو MVT. يعني ايه اصلا MVT؟ الديجانجو بيستخدم حاجه اسمها MVT باترن. عرفنا دلوقتي اللي هي ال MVC. الديجانجو بيبدل الفيو بالتمبلت. يعني انا دلوقتي لما اجي في الديجانجو الكود الخاص بالديزاين HTML والجافا سكريبت والCSS وكده هيتحط في حاجه اسمها تمبلت مكان كلمه فيو، والكنترولر شالها وحط مكانها الفيو. بقت الفيو الخاصه بالديفلوبمنت، بقت خاصه بالشغل اللي بيحصل عند السيرفر. يبقى دلوقتي الديجانجو هيبقى ايه؟ هيبقى هنا الموديل زي ما هي، ومكان الفيو هنا هيبقى التمبلت، ومكان الكنترولر هيبقى الفيو. انا دلوقتي لو بعت ريكوست هيروح هنا للفيو، والفيو هتوديه للموديل يرجع لك بالداتابيز هنا عند الفيو هتبعته للتمبلت هنا، والتمبلت هترجعه تاني للفيو، والفيو ترجع للكلاينت. هو ده ازاي الديجانجو بيشتغل. طبعا الموضوع مش هيوضح قوي دلوقتي، بس هيوضح في الفيديو الجاي لما نشرح ازاي انت بتعمل بروجكت في الديجانجو وايه المكونات بتاعه البروجكت. هتلاقي الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي موجوده لما انت بتكريت بروجكت. درس النهارده خلص، كان درس بسيط حاولت افهمك فيه ازاي الديجانجو بيشتغل. الفكره مش هتوضح قوي غير في الفيديو الجاي ان شاء الله. استنونا ان شاء الله في الدرس الجاي هنتكلم ازاي انت تكريت بروجكت في الديجانجو وايه المكونات بتاع البروجكت بتاعك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.